ولا يمكن لو اجتمعت أهل الأرض كلهم ما يقدرش يهزموا الدولة اللي هي تبع الرسول وتطبق شريعتها أبدا. شوفوا الآن المغرب كيف كان في الأول، لكن المغاربة كانوا دائما عبيد اللي جاهم يحكمهم. على حسب ما نعرف في التاريخ كان يحكمهم الفينيقيون، جاوا من جهة الشام، وثم بعدهم جاوا القوط من جهة الشام أوروبا، طغوا على أوروبا وأخذوا المغرب حتى هو مجاور لأوروبا، وبعد ذلك جاوا الروم. أما المغاربة ما صار عندهم لا دولة ولا سيادة ولا احتاج الإسلام، وتعبوا أصحاب الرسول معهم حتى خلوهم دولة صافية قوية. في الحين طردوا الروم وعاودوا زادوا الإسبانيا أخذوها كلها، وعاودوا زادوا الفرنسا أخذوا طرف منها، وبقات الدولة العظيمة غالبة حتى بدلوا الدين وغيروا، والله تعالى عاود ردهم إلى الذلة والهوان المسكنة حتى طمع فيهم الضعيف. والجزائر ما هي إلا مقاطعة من مقاطعة الدولة المغربية، فكيف الطمع فيها لو كان ماشي معصية الله تعالى ومخالفة شريعة الرسول؟ فالواجب علينا إذا بغينا السعادة في الدنيا والآخرة نتوب إلى الله تعالى ونحكم شرع الرسول، نرجع للطريقة اللي كانوا عليها سلفنا اللي بها انتصروا، فما ننتصر إلا بها. ما تطلع لا أمريكا ولا روسيا ولا بريطانيا، هذا هو، ولا نزيد ذل على ذل.